تخيل معايا واحد من أهم لاعبي خط وسط في العالم، نجم مانشستر سيتي والفائز بالكرة الذهبية، كان مطلوبا من كبار أندية أوروبا، لكن في النهاية رودري اختار برشلونة. والأغرب من ذلك أن ريال مدريد كان مهتما به أيضا. فكيفاش قدر برشلونة يحسم الصفقة؟ وعلاش رودري قرر يترك مانشستر سيتي، النادي اللي صنع معه واحدة من أنجح فترات مسيرته؟ القصة بدأت قبل الإعلان الرسمي بأيام قليلة. في 18 غشت 2026 برشلونة أعلن رسميا توصله إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لضم رودري. النجم الإسباني وقع عقدا مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2030. وبهذا الانتقال رودري رجع لإسبانيا بعد سنوات قضاها في إنجلترا، ولكن هذه المرة بقميص واحد من أكبر الأندية في العالم. والصفقة لم تكن عادية أبدا، لأن برشلونة ما كانش النادي الوحيد اللي كان مهتم باللاعب. ريال مدريد كان أيضا داخل الصورة. وهنا السؤال الحقيقي: لماذا رودري اختار برشلونة بالضبط؟ باش نفهم القرار، لكي نفهم هذا القرار ضروري نفهم لماذا برشلونة كان باغي رودري. برشلونة كان محتاج للاعب عنده القدرة يتحكم في وسط الملعب، لاعب يقدر يستلم الكرة تحت الضغط، يقدر يخرجها بشكل سليم وصحيح، ويعطي الفريق توازن بين الدفاع والهجوم. ورودري بالضبط هو هذا النوع من اللاعبين، ماشي لاعب كيعتمد فقط على المهارات الفردية أو الأهداف، بل القوة ديالو تكمن في أنه كيتحكم في إيقاع المباراة. وهذا النوع من اللاعبين عنده قيمة كبيرة جدا في كرة القدم الحديثة. ولكن برشلونة ما كانش كيبحث فقط على لاعب وسط جيد، كان كيبحث على لاعب يقدر يكون قائد للوسط لسنوات قادمة. رودري عنده كل مقومات: خبرة كبيرة، ألقاب، شخصية قوية، وقدرة على اللعب تحت الضغط. والأهم أصدقائي من ذلك، الأهم أنه يعرف كرة القدم الإسبانية جيدا. لكن في الجهة الأخرى كان مانشستر سيتي أمام قرار صعب. رودري قضى 7 سنوات مع النادي، وخلال هذه الفترة لعب 298 مباراة، ساهم في الفوز ب14 لقب كبير، ومن بينها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. يعني بالنسبة للسيتي ماشي غير لاعب غادي يمشي وفقط، بل لاعب كان جزءا من تاريخ النادي الحديث. وهنا وصلنا للحظة الحاسمة. رودري كان أمام اختيار كبير: يبقى في مانشستر سيتي أو يختار وجهة أخرى، يبقى مع النادي اللي حقق معه المجد الأوروبي والإنجليزي، أو يرجع لإسبانيا ويبدأ تحدي جديد مع برشلونة. وفي النهاية اختار برشلونة، والانتقال أصبح رسميا بعقد كيمتد حتى 2030. وهنا يمكن نقول أن برشلونة لم يربح فقط لاعبا كبيرا، بل ربح لاعبا كان مطلوبا من منافسه الإسباني ريال مدريد. ولكن السؤال الأهم الآن أصدقائي: واش رودري فعلا هو القطعة اللي كانت ناقصة في برشلونة؟ من الناحية التكتيكية الصفقة منطقية جدا. رودري يقدر يعطي لبرشلونة الهدوء في بناء اللعب، والقوة كذلك في الالتحامات، القدرة على التحكم في وسط الملعب، والخبرة في المباريات الكبيرة. وفوق كل هذا عنده شخصية لاعب كبير تعود على المنافسة على أكبر الألقاب. يعني برشلونة لم يأتي بلاعب
لكي يكمل العدد فقط. جاب لاعب باش يكون من أهم عناصر الفريق. رغم كل هذا كاين سؤال خصنا نطرحوه: هل رودري يقدر يرجع مباشرة لأفضل مستوى ديالو؟ لأن اللاعب ببساطة مر مؤخرا بفترة صعبة بسبب الإصابات، وبالتالي التحدي ماشي فقط هو التأقلم مع برشلونة، بل أن يرجع لأفضل مستوى ديالو. إذا قدر يرجع المستوى ديالو فبرشلونة غيكون ربح لاعبا من أهم لاعبي الوسط في العالم. وفي النهاية مانشستر سيتي فقد لاعبا كان من أهم أسباب نجاحه خلال السنوات الماضية. فقد لاعبا بصراحة. ريال مدريد خسر سباق الاهتمام باللاعب، وبرشلونة حصل على رودري حتى 2030. لكن السؤال الحقيقي مازال ما جاوبناش عليه أصدقائي: واش رودري فعلا هو تلك القطعة اللي كانت ناقصة برشلونة لكي ينافس على الدوري ودوري أبطال أوروبا؟ اكتب لي الرأي ديالك في التعليقات. واش كتشوف بأن برشلونة دار واحد الصفقة ذكية، ولا ريال مدريد كان خاصو المستحيل باش يخطف رودري؟ إلى عجباتك القصة اشترك في كرة ستوري أراب، حيث هنا ما كنحكيوش فقط على الانتقالات، بل كنحكيو على القصة التي وراء هذه الانتقالات. ولا تنسى دائما كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي قصة. سلام.